لما طلع الكابتن احمد شوبير واستضاف خالد عبد الفتاح، تمام، والتصريح اللي صار الجدل مع الاهلاويه والزملكاويه وكله طبعا فضل يتكلم عليه. انا اول واحد ايدته وقلت له يعني تصريحاته ما فيهاش حاجه. لما الراجل بيقول لي لما الاهلي استغنى عني انا هروح العب في اي نادي، ده الطبيعي، ما انا مش هروح اقعد في البيت. ده الطبيعي، انا مش انا كلاعب نادي استغنى عني، انا ليا حريه الراي او حريه الاختيار ان أنا العب في اي نادي. ما انا طبيعي مش هاخد بعضي واخد نفسي واقعد في البيت عشان خاطر ارضي ناس. تمام، لا الراجل بيتكلم بكل واقعيه، الراجل مش بتاع ترند اصلا. تمام، بيتكلم بكل صراحه. لو الاهلي استغنى عني انا هروح العب في اي نادي حتى لو الزمالك. بس الغلطه الوحيده اللي هو عملها ان هو طلع يرد على الجمهور. انت كلاعب ما ينفعش يا كابتن خالد عبد الفتاح تطلع ترد على الجمهور. الجمهور ليه الحريه ان هو ينتقدك وكل حاجه، بس ان انت تطلع ترد على الجمهور